في بعض الأحيان قد يتم استخدام جهاز الحاسب من قبل أكثر من مستخدم، ويتيح لنا نظام التشغيل Windows XP إضافة مستخدمين جدد إلى جهاز الحاسب. وعند إنشاء مستخدمين جدد داخل جهاز الحاسب فإنه يتم إنشاء بروفايل خاص بكل مستخدم، بحيث يتم حفظ الإعدادات والملفات الخاصة بكل مستخدم داخل البروفايل الخاص به، وذلك للحفاظ على سرية البيانات. وعند دخول المستخدم إلى الجهاز يتم تحميل البروفايل الخاص به، وبالتالي يمكنه الوصول إلى الديسكتوب والملفات الخاصة به مع عدم المساس بالملفات والإعدادات الخاصة بالمستخدمين الآخرين. وفي حالة تعدد المستخدمين على جهاز الحاسب فإنه تظهر شاشة ترحيب Welcome Screen لاختيار المستخدم الذي نريد العمل من خلاله. ففي الجزء الأيمن من هذه الشاشة تظهر قائمة بالمستخدمين المعرفين داخل هذا الحاسب، فنقوم باختيار المستخدم الذي نريد العمل من خلاله، وليكن User 1، فيتم تحميل البروفايل الخاص بهذا المستخدم. ويتم الدخول إلى نظام التشغيل، وتسمى هذه العملية Log On. ويمكننا نظام التشغيل من حذف أو إضافة مستخدم جديد، ولعمل ذلك نفتح لوحة التحكم Control Panel ونختار User Accounts، فيتم عرض قائمة بالمستخدمين المعرفين داخل الحاسب في الجزء or pick an account to change. ومن الجزء pick a task نختار create a new account لإضافة مستخدم جديد، فنقوم بإدخال اسم المستخدم في الخانة type a name for the new account وليكن user 2، ثم نضغط next. ومن هذا الجزء نقوم باختيار نوع الحساب account type الخاص بهذا المستخدم. ويوجد نوعين من أنواع الحسابات، وهما Computer Administrator أو Limited. وتستخدم أنواع الحسابات لتحديد العناصر التي يستطيع المستخدم استخدامها وتغيير إعداداتها على جهاز الحاسب. فباختيار Computer Administrator يتم السماح للمستخدم بإلغاء أو تعديل بيانات أو إضافة مستخدم جديد، كما يمكنه إجراء كل التعديلات الممكنة على النظام، بالإضافة إلى إمكانية تثبيت البرامج والوصول إلى جميع الملفات الموجودة على الجهاز. وباختيار Limited فإنه يتم السماح للمستخدم بتغيير أو حذف كلمة السر الخاصة به، كما يمكنه تغيير إعدادات سطح المكتب والوصول إلى الملفات التي قام بإنشائها، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الملفات الموجودة بالمجلد Shared Documents. والمجلد Shared Documents هو عبارة عن مجلد خاص يتم إنشاؤه تلقائيا عند تثبيت نظام التشغيل، ويتم السماح لجميع المستخدمين المعرفين داخل نظام التشغيل من الوصول إلى الملفات الموجودة داخل هذا المجلد. فنختار Computer Administrator من هذا الجزء، ثم نضغط Create Account، فيتم إضافة مستخدم جديد له الاسم User 2، ويظهر اسم ورمز هذا المستخدم ضمن قائمة المستخدمين. ويمكننا تغيير خيارات هذا المستخدم أو أي مستخدم آخر باستخدام الارتباط Change an Account من الجزء Pick a Task، أو بالضغط على اسم أو رمز هذا المستخدم من هذه القائمة، فتظهر العديد من الارتباطات التي تستخدم لتغيير الإعدادات المختلفة لهذا المستخدم، حيث يمكننا تغيير اسم هذا المستخدم بالضغط على الارتباط Change the Name، ثم نقوم بإدخال الاسم الجديد للمستخدم في هذه الخانة، ونضغط على المفتاح Change Name فيتم تغيير اسم المستخدم. كما يمكننا إضافة كلمة سر باسورد لهذا المستخدم بالضغط على Create a Password، ثم ندخل كلمة السر في هذه الخانة، ويفضل أن تحتوي كلمة السر على حروف وأرقام وبعض الحروف الخاصة حتى لا يتم استنتاجها بسهولة. ونلاحظ أثناء إدخال كلمة السر أنه يتم تحويل الأحرف التي نقوم بإدخالها إلى بالتس، وذلك حتى لا يتمكن الأشخاص الآخرين من معرفة كلمة السر أثناء إدخالها. وفي هذه الخانة نقوم بإعادة إدخال كلمة السر مرة أخرى للتأكد من صحتها. وفي هذه الخانة نقوم بإدخال ملحوظة Password Hint، والتي تستخدم لتذكير المستخدم بكلمة السر الخاصة به، وتظهر هذه الملحوظة لكل المستخدمين. ثم نضغط على المفتاح Create Password، ويتم الرجوع إلى النافذة السابقة، فنلاحظ أن الارتباط Create a Password تحول إلى Change the Password، كما تم إضافة ارتباط جديد وهو
remove the password. واستخدم الارتباط change the password لتغيير كلمة السر الخاصة بالمستخدم الحالي. كما يمكننا حذف كلمة السر الخاصة بهذا المستخدم بالضغط على الارتباط remove the password. كما يمكننا تغيير الصورة التي تظهر بجانب اسم المستخدم والتي تظهر في شاشة الترحيب welcome screen، وذلك بالضغط على change the picture. ثم نختار الصورة التي نريد استخدامها من هذا الجزء، أو نضغط على browse for more pictures ونختار الصورة التي نريد استخدامها من خلال هذا المربع الحواري، ثم نضغط open فيتم تغيير الصورة كما نرى. وباستخدام الارتباط change the account type يتم تغيير نوع الحساب الخاص بهذا المستخدم. فلتغيير نوع الحساب الخاص بهذا المستخدم إلى النوع limited نضغط على هذا الارتباط ونختار limited من هذا الجزء، ثم نضغط change account type. ويستخدم الارتباط delete the account لحذف المستخدم الحالي من قائمة المستخدمين المعرفين على الحاسب. ويمكننا عمل log on باستخدام المستخدم الذي قمنا بإنشائه، وذلك عن طريق الخروج من الحساب الخاص بالمستخدم الحالي، وتسمى هذه العملية log off، ثم الدخول بالحساب الخاص بهذا المستخدم. ولعمل ذلك نفتح القائمة start ونختار log off، ثم نضغط على المفتاح log off فيتم حفظ الإعدادات والملفات الخاصة بالمستخدم الحالي وإغلاق الحساب الخاص به. ثم تظهر الشاشة welcome screen مرة أخرى، فنلاحظ ظهور اسم المستخدم الذي قمنا بإنشائه في هذه القائمة، كما تظهر الصورة التي قمنا باختيارها بجانب اسم المستخدم. وللدخول لنظام التشغيل باستخدام هذا المستخدم نضغط على الاسم أو الصورة الخاصة به، فتظهر الخانة الخاصة بإدخال كلمة السر، مع ملاحظة أنه لا يمكن الدخول للحساب الخاص بهذا المستخدم على الحاسب إلا في حالة معرفة كلمة السر. ويمكننا إظهار الملحوظة password hint الخاصة بهذا المستخدم بالضغط على هذا المفتاح، فتظهر الملحوظة password hint داخل مربع. والآن نقوم بإدخال كلمة السر، ثم نضغط على هذا المفتاح فيتم تحميل البروفايل الخاص بهذا المستخدم، ثم يتم الدخول إلى نظام التشغيل.